اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله معانا فيديو عن اعطاء الحقن الوريد في الكانيولا. انا بتسأل كتير طبعا، الحقن بيبقى فيها دم متجلط، الدم بيتحقن في الوريد. الاسئله دي كلها على طول بتجن. طيب يا جماعه، الله يستركم، ممنوع منعا باتا ان انت يبقى عندك هنا كلوتس او جلطات في الكانيولا من هنا وتعملي ليها حقن في الوريد. انت كده مشيتي الكلوتس او الدم المتجلط ده، كده مشيتيه في الدوره الدمويه. الكانيولا دي ما هي الا جهاز بنخترق بيه الدوره الدمويه بتاعتنا، يبقى اي حاجه بنديها بتبقى ماشيه فين؟ البلاد سيركيوليشن، الدوره الدمويه بتاعتنا. يبقى انت اي بلاد كلوت هنا او جلطات انت كده تمشيها في الدورة الدموية. طيب عشان انا اصلا اتفادى ان انا اكون جلطة في الكانيولا من البداية خالص، ما اكونش جلطة في الكانيولا عشان خاطر ما تمشيش في الدورة الدموية، هنعمل ايه؟ بمنتهى البساطة خالص. قلت لكم قبل كده ان الكانيولا ديت بتبقى زيها يعني بشبهها لكم ان انا بركب حنفية فين؟ في الوريد. فلازم تكوني وانا بفتح بحكم الغلق كويس جدا كده. انا قفلت الوريد اهو، قفلته كده اهو. دايما بنقفله بالصباعنا الكبير كده. انا قفلت اهو تمام. هفتح زي ما انتم شايفين، ما شاء الله نضيفه، ما فيهاش حاجه خالص. ازاي؟ ليه؟ لان انا بتبع دايما التكنيك دوت. انا كده قافله خالص، لو سبت هتلاقي الدم رجع. انا مش عايزه الدم يرجع، الدم رجع وقفلت كده خلاص، هي كده ايه؟ اتجلطت معايا. طيب انت ما بتعرفيش بقى تقفلي، ما بتحكمهاش، بتتلخبطي، لسه خبرتك قليله، يبقى ما عندكيش غير خيار واحد، انك تفتحي الغطا الاصفر دوت وتحقني منه. هنا بنحقن وهنا بنحقن، ده شغال وده شغال اهو. بتفتحيها وتحقني منه كده، انت بتضمني ان انت ما بيرجعش دم اطلاقا في الكانيولا خالص. يبقى انا كده تلاشيت فكره ان انا ارجع دم في الكانيولا اللي معايا خلاص. يبقى انا اهو زي ما انا قلت لك، ده بتحقني منه ده بتحقني منه. هتعرفي تقفلي كويس يبقى هنفتح من هنا، هتعرفي ما بتعرفيش تقفلي كويس بندي من هنا. طب انهي بتبقى اريح للمريض او ما بتبقاش مؤلمه؟ اللي بتبقى اريح للمريض الحقن من هنا. لكن من هنا لو بتديها لحد بيقولك لا مؤلمه، لا بتوجعني، اوقات ما بيستحملهاش. تمام. الحقن بتاعتك بتبقى محللاها ومدياها، بتبقى اهي تمام. اهم حاجه بتتاكدي ان انت مخرجه الهواء كله خرج من السرنجه كده، وخرج معايا شويه من الحقنه كده. انا اتاكدت ان انا خلاص تمام. بشيل السن، ايدي ما بتلمسش دي ولا بتلمس دي. يعني ايدي ما ينفعش تلمسي بيها دي ولا تلمسي بيها ده، لان ده كله كده يعتبر ايه؟ يعتبر معقم. خلاص انا فتحتها وفتحت الجزء بتاع الكانيولا، او سواء هتدي من هنا او من هنا، بتحطيها هنا في الفتحه دي من فوق، وببدا تسمي الله وتحقني. اي حقن وريد لازم يبقى ببطء، لازم. معروف الحقن الوريد يعني ايه ببطء؟ حاجتين في الحقن الوريد، يبقى مخفف وبطء. وبطء قبل من مخفف، ومخفف قبل يعني هما الاتنين يعني جزء لا يتجزأ. ما ينفعش اخفف واديها بسرعه، وما ينفعش ما اخففش وادي ببطء، لا لازم يبقوا الاتنين مع بعض، تخفيف وبطء. تمام كده اهو. هنسمي الله ونحقن كده اهو. وانت بتحقني بتسألي الطفل او المريض اللي معاكي بتوجعك؟ مؤلمة؟ ممكن تكون مؤلمة وبتوجع الشخص اللي معاكي وانت مش يعني ما انتش واخدة بالك. فلازم تكوني تعرفي هل هي مؤلمة، تسأليه بتوجعك ولا لا، مؤلمة ولا لا. في ناس بتبقى الكانيولا قاعدة معاهم لمدة 5 ايام وما بتبقاش فيها احمرار ولا التهاب وماشية زي الفل. وفي حقنة تانية كانيولا تانية تكوني لسه مركباها النهاردة والشخص اللي قدامك مش مستحملة، خلاص مش هموته، يبقى لازم تغيريه. زي ما انتم شايفين كده اهو، بحقن ببطء شديد اهو اهو. تمام كده اهو زي الفل. طب انت مش عايزه تحقني من هنا، عايزه تحقنيها من تحت، ماشي هقولك نحقنها ازاي من تحت. يعني كده هنقفل اهو زي ما قلت لكم. الصباع الكبير دوت بقفل كده. انا قفلت الكانيولا اهي، بفتح دي استحاله هترجع معايا اهي. بحط دي برضو هنا اهو كده وبحقن اهو زي ما قلت لكم ببطء ومخفف. كده خلصت اهو، دنيتي تمام. صباعي شايفين صباعي ضغط ازاي؟ ما ينفعش اسيب، لو سيبت هيرد فيها دم هنا. لا انا اخر حاجه فيها هنا ايه؟ المحلول اهو. تمام كده كده تمام اهي زي الفل. بصوا، ولا فيها دم رجع ولا فيها حاجه خالص. عشان الناس بتقعد تسالني المكلكعه فيها دم، اللي جداني حقن الدم في الدوره الدمويه، زي ما قلت لكم ده كله غلط، ده كله مش صح. تمام.
مش صح خالص انك تحقني دم في الدورة الدموية. كده انا اديتها، مفيش دم رجع، دنيتنا تمام الحمد لله. يا رب تكون فكرتنا سهلة وبسيطة وتكون وصلتك صح. ما تنسوناش في لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.